تعالى اقول لكم انا بعمل البانيه ازاي. طعمه بيبقى حلو جدا، والبانيه بتاعي دايما طعمه مميز. عمر القشره ما هتفك منك، والطبقه بتاعته تبقى متماسكه جدا، مش هيفك منك خالص في الزيت ولا بعد كده. تقدري تعمليه جنب شويه رز ابيض او شويه صوصات، بجد خطير. انا بغسل البانيه كويس وبسيبه يتصفى، وبعدين بحضر التوابل بتاعتنا. اي توابل بقى عندك تقدري تحطيها. انا بحط ملح وفلفل اسود. انا هحط من كل حاجه نص معلقه، لاني انا جايبه نص كيلو بس من البانيه، ونص كيلو ونص معلقه من الثوم الباودر والبصل الباودر، وكمان رشه كده من البابريكا على الكركم. بحب احط له زعتر قوي، بيخلي طعمه حلو جدا. ونص معلقه طبعا من سواء بهارات او بهارات الفراخ، او لو عندك كيس من ال11 بهار، ولو ما عندكيش تقدري تستغني عنهم. وكفايه الملح والفلفل والثوم الباودر والبصل الباودر والبابريكا. الطريقه دي بصراحه بتخلي طبقه التوابل تمسك جدا على طبقه البانيه، فبتاكد ان هو طعمه هيبقى حلو جدا، والتتبيله بتاعته قويه. انا بحط التوابل دي، بترشيها على البانيه كده او بتحط البانيه عليها. المهم بتاكدي ان التوابل شايفه ماسكه ازاي على البانيه. الطريقه دي بتخليكي لو حتى تعملي البانيه بسرعه ومش هتسيبيه وقت طويل في التتبيله، بتخلي طعمه قوي جدا، وبتتاكدي ان هو اتبل كويس قوي. انا هسيبه بس 5 او 10 دقايق عبال ما حضرت شويه حاجات كده، مش هسيبه وقت طويل. انا كنت مستعجله. نص كيلو البانيه هياخد نص كوبايه بس من اللبن، او كوبايه زبادي صغيره، يعني انا هبقي من الكميه دي. نص كوبايه لبن، حطيت عليها معلقتين من الخل، وهنزل عليها بمعلقتين من الدقيق، بقلبهم كويس جدا. وبعدين بحط نص الكوبايه بتاعه اللبن على البانيه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نص البانيه نحط عليه بيضايه واحده، وبس كده، من غير 100 طبق، وطبق للبن وطبق للدقيق وطبق للبانيه، وبتطلع طعمها حلو جدا ومتماسك. ودي طبعا الطريقه اللي انا بستسهلها جدا من غير ما بهدل الدنيا قوي. انا بحب استخدم له بقسماط وفيجيتار حار، او بقسماط بس لو انت عايزه. انا مش هتبل طبعا البقسماط، هستكفى بالفيجيتار والتوابل اللي في البانيه عشان كمان ما يحدقش منك. هنزل بالبقسماط الناعم، او لو عايزه بقسماط اللي هو الخشن، او عايزه تطحني كورن فليكس، اللي انت عايزاه. مش هنتبله، وهصفي كده البانيه من السوائل اللي انا حاططها فيه، وهبتدي احطه في البقسماط، وهتك عليه كويس جدا في قلب البقسماط عشان اتاكد ان الطبقه مسكت عليه. الطريقه دي سهله ومستحيل هتفك منك، ومن غير ما تبهدلي الدنيا كتير. لو عندك كميه كبيره بحطها طبعا في طبق، وبين كل طبقه وطبقه بحط اكياس من اكياس التلاجة البلاستيك بتاعتنا، ممكن اقطعها واحطها بينها، وبشيلها في الفريزر في اطباق فيلا او حاجه، بطلعه بس عند الاستخدام. انا دلوقتي هحط كل الكميه في طبق واحد، وهسيبها بس ترتاح في الفريزر 10 دقايق عبال ما الم الدنيا والزيت يسخن. حاولي الطاسه ما تبقاش مزدحمه قوي وفيها كميه بانيه كتير، عشان تقدر ما تنزليش حراره الزيت. بعد ما الزيت بتاعي سخن كويس جدا، ابتديت احط البانيه. في الوقت دوت طبعا بخلي حراره النار متوسطه، مش واطيه ومش عاليه قوي، عشان ما يحرقش من بره وما يبقاش ويبقى ني من جوه. هو تقريبا هياخد منك دقيقتين او حاجه، او 3 دقايق على حسب حراره النار على كل جهه. واول ما بيبتدي ياخد لون بقلبه بالشكل ده. لونه حلو جدا، وشايفين الطبق متماسكه ازاي، ومش هتفك منك خالص. بجد طريقه سهله جدا، وطعمها حلو قوي قوي. وده طريقه التتبيله كمان بتخليكي لو مستعجله بتعمليه بسرعه. تقدري طبعا تستبدلي اللبن برايب او بزبادي زي ما تحبي، المتوفر عندك. لو لسه بتشوفي الفيديو لحد دلوقتي، شكرا انك بتشوفي الفيديو للاخر. لايك وشير للفيديو. ولو انتي مش عامله لي اشتراك في القناه او متابعه، ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه ومتابعه لو بتشوفيني من على الفيسبوك. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. وما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات، وباي باي.